لعيب الكرة في مصر، طول ما لعيب الكرة في مصر والفنانين بياخدوا من البلد دي ملايين الملايين بداعي الفن والفن وبتاع. طبعا هو مفيش فن، هو كله بيبوظ في كله وكله مقضيها وكله عمال بيضرب مخدرات منهم، بس الدنيا ماشيه. ولاعيب الكرة اللي بياخد له 20 مليون جنيه في السيزون و30 40 مليون جنيه في السيزون طول ما الاتجاه ماشي في الحتة دي، او طول ما الحتة دي بايظة كل حاجة بايظة. انا ما ينفعش ابقى دولة مش لاقية وبستلف وبروح ادي لواحد زي سين او صاد من الناس 40 مليون جنيه او 45 مليون جنيه. طب ما البلد اولى بال 40 45 مليون جنيه، ما بقاش انا دولة فقيرة وبروح ادي للعيب 20 مليون جنيه في السيزون في السنة الواحدة بياخد له 20 مليون جنيه. فمنين انا دولة فقيرة ومنين انا دولة عمالة بتطلع في ملايين كده؟ ما هو يا اما ما هو هتظبط الدنيا تظبطها من الاجور. اول حاجة تتظبط عندك الاجور. ما ينفعش واحد ياخد 45 مليون و20 مليون وتيجي للمواطن الغلبان تقول له اصل احنا فقراء قوي والبلد واقعة وفي ازمة. هو الازمة عندنا بس؟ هي الازمة مش عند الناس التانية؟ لو ظبطنا الاعلام والرياضه وفلوس الاعلام والرياضه تحديدا، لان الناس دي عايشه في ميغا وفلوس رهيبه، الدنيا هتظبط بكتير. على الاقل هنحوش الفلوس اللي الناس دي بتاخدها. يبقى لعيب الكرة اخره 2 مليون جنيه في العقد استندر على الكل. الممثل ولا الممثله ولا المطرب ولا المطربه 2 مليون جنيه في الفيلم وبس. وخد بقى من الناس، وخد من الناس اللي معاه فلوس كتير دي ملايين الملايين. يعني ليه حاطط ايدك في جيب المواطن الغلبان وتاخد منه؟ يعني ناس عملت ملايين من البلد وناس عمرها ضاع في البلد وما عرفتش تعمل حاجه. سياسه التوزيع